السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جبت لكم لاباط فيتي، راح نعطيها لكم بكل اسرارها وبكل تفاصيلها، ووجدت لكم بها وصفتين، وحده مالحه ووحده حلوه. تفضلوا معايا للكوزينه نشوفوها. وقبل هذا ما تنساوش تشتركوا تابونيو في القناة نتاعي وصفات نينو، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. وما تنساوش ثاني تماركيو الإعجاب جام باش تدعموني في قناتي. شكرا لكم. هاي يما كيما قلت لكم للكوزينة راح نديروها بالتفصيل الممل. أول حاجة لاباط فيتي باش تنجح لازمنا الميزان، لازم الميزان ضروري. شوفوا هنا انا حطيت الميزان. اول حاجه راح نديرها راح نبدا نوزن في الفارينه. راح نعطيكم مقادير مضبوطه جدا جدا، تبعوها برك كيما نقول لكم، وان شاء الله لاباط فيتي كيما تاع المحلات ولا احسن. شوفوا هنا الميزان راني باغيه نتحصل على 750 غرام تاع فارينه، 750 غرام قد. شوفوا هاني نقص هاني نزيد حتى نتحصل على الرقم اللي قلت لكم عليه. هاي 750 قد. هنا راح نتوقف تاع فارينة كيما راكم تشوفوا. ها هي كي راح ندير لها الملح اللازم، الكمية اللازمة تاع الملح. نخلط ونزيد لها مقدار 2 مغارف حتى ل3 تاع زيت، هكذا يكفي. ونبدا نلوح في الماء بالعقل بالعقل وانا نعجن. تقدروا تستعملوا هذا المرحله هذه باليد، تقدروا ديروها بيدكم كيما تقدروا ديروها بالباتور. نبدا هنا نلوح في الماء ونعجن بالعقل، نلوح في الماء ونعجن بالعقل حتى درك نعطيلكم النتيجه اللي لازم نتحصلوا عليها. ما لازمش يكلحكم الماء، لوحوا غير بالعقل وعجنوا، سواء كنتوا تستعملوا في العجان الكهربائي ولا كنتوا تخدموا فيها بيديكم. هنا ما زالت عندي يابسه شوي، راح نزيد نلوح الماء غير بكميات قليله فقط ونعجن ونشوف. مانيش التصوير هنا راهو متواصل، ما نقطعش التصوير باش تشوفوا مليح. شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها، هي راهي تبان لكم طريه بصح شوفوا كي نهزها في يدي. شوفوا لازم تعرفوها من خلال المسكه تاع اليد. نزيد نقدم لكم مليح باش تشوفوا، وان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. ها هي كي عجينه طريه، هاي ما نعجنهاش نلم برك بصح شوفوا يدي، شوفوا يدي، شوفوا هاي تبان كي اللي راح تلتصق بصح ما تلتصقش. لازم باش من بعد كي تعودوا ديروا في الفيتاج وتحلوها ماهيش راح تغلبكم. بالاضافه اني راح نحطها في الثلاجه ترتاح، راح تزيد تجمد وتحكم روحها. هنا راح نغلفها بافيك ان بابي فيلم كيما هكا، نحطوها في بابي فيلم ولا كيس بلاستيكي ونحطها في الثلاجة ساعة كاملة. هذا على الأقل، اللي قدرت تحطها أكثر تحطها أكثر، ساعة ساعة ونص. مليحة، ساعة ساعة ونص مليحة في الثلاجة. شوفوا هنا بعد مرور هذا الوقت اللي قلت لكم من ساعة لساعة ونص، شوفوا كيف حليتها مليح. شوفوا ها هي كي محلوله رقيقه مليح. درك نصور لكم من فوق، شوفوا من كل الجوانب تشوف. نحكم انا هاد لا مارك تاع لا مارغارين دو فيتاج، زبده التوريق صالحه، ونقصها بالطريقه هذه باش نسهل العمل على روحي. هاني كيما نقولوا قطعتها ل3 قطع، ونبدا نربي فيها بالجهه الخشينه تاع لاغاط، يعني منين نديروا البصله بالطريقه هذه حتى نغطي. شوفوا نغطي هذاك السطح كامل تاع العجينه هكا، وما ننساوش الجوانب، وما نخلي حتى بلاصه بيضة تاع العجين تبان. وما تقولوش راهي جات بزاف، نحبس مقدار تاع 500 غرام ترابيوه كامل فوق العجين هذاك اللي درناه الخطره الاولى بالطريقه هذه. ومن بعد انا حكمت درت النشا. شوفوا هذه الطريقه اللي راني ندير فيها انا، هذه الطريقه اعتمدتها نخدم بها منذ سنوات، والحمد لله لاباط فيتي تاعي ناجحه جدا.
ها ونبدا نطبق بالطريقه هذه. اللي قدرت تحلها وجاتها مربعه ولا مستطيله معدوله معليش، ها هي كاينه بنتي اللي راهي تخدم وانا نعاون فيها باش تتعلم. هكا لازم الزبده ما تقيسش بعضها، لازم هكا تجينا بحيث طبقه عجين طبقه زبده، طبقه عجين طبقه زبده. شوفوا كيفاه نطبقها. ها هي كي نزيد نغلفها بالبابي فيلم ونعاود نرجعها للثلاجة ساعة، ساعة ونص. اللي دارت لها ساعة معليش، واللي دارت لها ساعة ونص معليش. مانيش راح ندير 2 تور و 3 تور، لا لا، نخدم بالطريقة هذه باش تجمد، وهذيك الزبدة تبقى محطوطة بين الطبقات تاع العجين ما تدخلش فيه لداخل، راح تجي ناجحة. هنا بعد مرور ساعة أو ساعة ونصف الوقت اللازم نزيد نحلها للمرة الثانية بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. ها هي كي هكا، هي تكون شوي باردة وجامدة، تبغي شوي قوة بصح معليش، ونزيد نطبقها بالطريقة اللي طبقتها المرة الأولى، ما كانش مشكل. شوفوا ونعدلها مليح. ها هي كي نعدلها، لازم تتعدل. ها هي كي، ها هي، ونزيد نغلفها بابي فيلم ونرجعها للثلاجة. هذه المرة الثالثة اللي زدت. شوفوا كيف نحلها رقيقة. ها هي كي ونتحصل عليها هك. ها هي كي العجينة المراوغ بعد ما حليتها للمرة الثالثة وحطيتها في الثلاجة. تقدر تقعد ساعة ونخدموا بها، تقدر تقعد ليلة كاملة، تقدر تقعد لك يومين ولا 3 أيام في الثلاجة مغلفة مليح، وتجبديها الوقت اللي تبغي تطيبي بها، سواء عندك ضيافة ولا لأهل بيتك. ها هنا راح نخدم بها. انا اني جبتها ما شفيتش قداه قعدت في الثلاجة، ممكن ليلة، ممكن ساعتين، مهم ما كانش قل من ساعة. فتحتها بالطريقة هذه. درك نعت لكم المول اللي استعملته، راح لي التصوير وانا نفتح فيها. هذا سبيسيال سوفلي. هنا راح ندير سوفلي صالي، راح ندير بيج سايز الحجم الكبيرة. شوفوا هذا المول اللي استعملته كبير، فتحت به ومن بعد شوفوا كيف راح نستعمل. نحط بالطريقة هذه. طبعا بنتي اللي راهي تخدم وانا راني قدامها نعتلها. صوص طوماط درتها عدة مرات في الوسمو في القناة تاعي، وتقدروا ديروا واش بغيتوا وتحطوا فيها واش بغيتوا لداخل. انا هنا راح ندير هذا لي سوفلي ولا كوكا طوماط بلا صوص طوماط، ونزيد نحط فيها شوية تاع الطون هكا. ها هي كي، هاي دركا قبل ما نغلقها لازم ندهن الجوانب تاعها بالماء فقط. واللي بغى يدير بياض البيض ويخلي الصفار يدهن به من فوق يقدر، بصح شوفوا هذه اسهل طريقه. دهنتها بالماء بوشي، هو لازم نضغطه مليح. اذا ما استعملتوش هذا المول هذا ودرتوها بيديكم، لازم تضغطوا مليح سواء بالشوكه ولا بالاصبع نتاعكم، وتضغطوا مليح باش من بعد كي تطلع ما تتحللكمش في الفور. ها هي كي، ها هي شوفوا كيما نقولوا الحجم الكبير. هاي نزيد لكم وحده تزيدوا هذه هنا درتها ثاني كوكا فخوماج، زدت لكم وحده بالجبن. الجبن اللي بغيتو حطوه لداخل، تقدروا حتى ديروا الجبن بورسيون قطع. ندهن بالماء فقط. هاهي ونغلق ونضغط مليح، خاطر باش ما هاهي اضغطوا. قد ما تضغطي ما تقوليش اني ضغطت، زيدي اضغطي واضغطي مليح باش ما تتحلش في الفور. هكا درت لكم وحده كوكا طوماط بالطون، ودرت لكم وحده كوكا فخوماج. الان راح نهضروا. هاي شوفوا النتيجه رائعه ما شاء الله. راح نهضر لكم على اهم حاجه في العجينه المورقه، وهي الطياب نتاعها. نسخنوا الفور مليح على 200 درجه. هنا راني نقسم لكم فيها، شوفوا كيف راهي متقرمش. هذه فخوماج، شوفوا كيف راهي، شوفوا التقرميش، شوفوا الفيتاج. نكمل لكم هذا السكري ونرجعوا نهضروا على الطياب تاعها. انا حكمت المربى تاع المشمش راني درته معاكم ومحطوط في قناتي، درك نحطه لكم في البروميي كومونتير. حشيته بالقطع تاع الجوز، واستعملت المول الصغير تاع لي سوفلي، هذا والصغير خلاص. ونحط لداخل هذا الحشو اللي اخترته انا. طبعا تقدروا تحشيوها بالشوكولا،
تقدروا تحشيوها بالنيوتيلا، كما تقدروا تحشيوها بالمعجون وحده، راح تجيكم رائعة. تدهنوا بالماء وتضغطوا مليح. شوفوا هذا المولى الصغير، ودرك يجيو هكا صغار ويجيو فريمون شابين كما نقولوا حنا، وهايلين. الحاجة الحلوة تبغي تكون صغيرة. نزيد لكم وحدة ونرجع لكم نهضر لكم على الطياب تاع لاباط فايتي. ندهن بالماء على الجوانب هكا مليح، واللي بغات دير بياض بيض ومن بعد تدهنها من فوق بالصفار راح تجي ثاني رائعة. أنا اليوم اكتفيت بالماء فقط وراح تجي ناجحة ورائعة. وش هو نضغطهم مليح. ها هي كي هنا حتى نكملوا كل الكمية. نرجعوا للطياب. قلت لكم شوفوا ها هي كي النتيجة، ها هي رائعة رائعة. الطياب قلنا الفور لازم يكون سخون مليح مليحة سخون، قد ما يبان لك سخون كيما كي تجي طيبي فيه خبز الدار ولا تحطي فيه كغاتا، زيدي له شوي في السخانة وحطي على 200 درجة. كيما الاولين كي عاد كبار يطيبوا من 10 دقائق حتى ل 12 دقيقة على 200 درجة، وهذو الصغار من 8 دقائق حتى ل 10 دقائق على 200 درجة. كي يمر هذا الوقت تاع 200 تعاودي تنقصي تهبطي الفور تاعك حتى ل 180 170 وتخليهم يطيبوا مليح حتى يطلعوا وتشوفيهم حماروا من تحت. زيدي شعلي الفور وخليهم يحماروا من فوق. شوفوا هنا النتيجة، شوفوا هنا التوريق كيفاه يبان لو فويتاج تري كلير. وهذا لا فارس هذه كانت اختيارية. تقدروا ديروا لي شوكولا كم تقدروا ديروا نيتيلا، تقدروا ديروا حوايج اخرين ممكن نتوما تعرفوهم وانا ما نعرفهمش. هذه النتيجة تاع كوكا طوماط ثاني هاني درت لها. ونوصي ونعاود العجينة المورقة. شوفوا من داخل ما شاء الله، شوفوا التوريق، شوفوا جات لذيذة جدا. نأكد على الطياب نتاعها. قلنا فور سخون مليح مليح. كي تلقايه سخون كيما كي تجي طيبي ان غراتان ولا اون جينواز ولا خبز الدار ولا بغيوش، انتي زيدي له شوي، لازم يجي سخون صح على 200 درجة 10 دقائق الاولين. الكبار كي تعود حاجه كبيره ولا بلاطو تاع كوكا طوماط ولا ديري من 10 ل 12 دقيقه ونقصي ل 180 170 وخليها طيب مليح حتى تحمر من تحت. تزيدي شعلي لها من فوق خليها تحمر من فوق. وبالنسبه لكي تعودي مدايره الحبه نتاعك صغيره ديريها من 8 دقائق حتى ل 10 دقائق على 200 درجه ومن بعد نقصي من حتى ل 180 ولا 170 وزيدي خليها طيب في عقلها حتى تشوفيها حمارت من تحت مليح. زيدي شعلي لها من فوق وخليها تحمر من فوق. كي تحمر تجبديها مباشرة وتخليها مدة زمنية في البلاطو، ومن بعد نحيها باش ما تتفتلكش، خاطر كي تخرجيها من الفور مباشرة وهي سخونة تبان هشة. لازم تخليها تتحط شوية ونحيها وشهية طيبة. راكم تشوفوا في النتيجة بعينيكم. ان شاء الله تجربوها بالطريقة اللي عطيت لكم بالميزان اللي عطيت لكم وراح تتحصلوا على عجينة مورقة ناجحة جدا. ما تزيدوش تشريوها من المحلات، فيها حوافظ ومواد حافظة وما على بالناش المدة وهي في الكونجيلاتور اللي راهي محطوطة فيه. اخدميها انتي وحطيها في دارك في الفريجيدار تاعك وانتي على بالك المدة اللي تخدمت فيها. نتمنى نكون فتتكم، نتمنى تجربوا هذه العجينة المورقة وتنجحوا فيها إن شاء الله. إلى اللقاء في وصفة أخرى من وصفات نينو. شكرا على المشاهدة.